معي الاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات. ضياء انا اسفه لاختلاط المسميات، بس يعني اعتذر ان انا ابقيتك على الهاتف مده طويله. رد الهيئه العامه للاستعلامات كان واضح، بس ماذا تقول في التسريبات لو كنت سمعتها؟ الساده المشاهدين جميعا، انا قطعا سمعتها كلها كما وزعت في محطات الاخوان، وانا يعني عايز اقول لحضرتك انه احنا انت ما قلتيه دقيق. المشهد بعد التسريبات ما وزعت اتضح لي تماما شكليه مهمه على هذه التسجيلات، كما يعني ما هو واضح انها مسجله بمعرفه المتصل وليست تليفون مراقب من الجهتين. درجه الوضوح في الصوت كامله للمتصل المزعوم ان هو ضابط مخابرات مصري اشرف الخولي، واصوات الزملاء الاربعه اللي بيكلموه اصوات بعيده من داخل التليفون، بالتالي هو اللي يعني بيسجل، هو اللي سرب. وده يؤكد ان احنا اذا عمليه محبوبه، عمليه الحقيقه اهدافها ثلاثه. ده الهدف السياسي الاول، وهو اللي انت قلتيه من شويه يا استاذ لميس، وهو ان مصر قد باعت القضيه الفلسطينيه والقدس. ده هدف اول للترويج. اثنين، ان جهاز المخابرات والاجهزه الامنيه المصريه هي التي تسير الاعلام. ثلاثه، وده الاهم، وعشان كده الملاحظه الاولى اللي قلتها ان اجهزه ما دام شخص واحد مزعوم انه ضابط مخابرات اتصل باربع اشخاص مختلفين، يبقى مين اللي تليفونه متراقب؟ هو ضابط المخابرات. بالظبط. وبالتالي ان ايضا المسمى ضابط مخابرات، بس عشان فكره كابتن دي جديده عليا، يقولوا يا كابتن فلان، يعني حتى احنا عارفين بيقولوا يا استاذ او يا سيد او كده، يا سيد. لكن وبالتالي كابتن ده صعب. ان جهاز المخابرات المصري الاقوى هو ايضا مخترق. دي ثلاث رسائل رئيسيه لهذه العمليه. هذه العمليه اديرت على الارجح بمعرفه جهه او اشخاص يعلموا ماذا يفعلون، وتم تسريب هذه التسجيلات بشكل بدا لي، وده عبر اتصالات كثيره جدا من امبارح. خدع فيه بشده مراسل نيويورك تايمز، المراسل الدولي في ديفيد كيركباتريك، وانا هصدق ان هو خدع فيه، لانه اظن مهما اختلفنا مع ديفيد كيركباتريك وهو صحفي، ممكن نختلف كتير فيما يكتبه، ولكن اظن ان هو خدع في هذا الامر. لا يمكن ان هو يكون عنده واخد تسجيلات عنده شك في مصداقيتها ويكتب الكلام ده. انا متاكد من هذا، وانا يعني لا اجيب سرا، انا تواصلت بالفعل مع ديفيد امبارح، تواصلت تليفونيا وتواصلت معه عبر الايميل، ولدي الان يعني شعور عالي جدا، خاصه بعد ما اذيعت هذه الاتصالات. هذه الاتصالات استاذ لميس، وهذا ما خدع فيه ديفيد كيركباتريك، لم ياتي في اي تسجيل، وانت سمعت جزء منها، كلمه واحده عن اسم الشخص او وظيفته. وبالتالي حتى قنوات الاخوان وانا اتحداها ان تاتي هي بالدليل اللي مش موجود اصلا عند ديفيد. ديفيد خد هذه التسجيلات دون ان يملك الدليل على ان الشخص المتحدث المزعوم انه ضابط مخابرات هو ضابط مخابرات، وبنى كل الروايه واستخدم من جانب الاخوان، لانه من الطبيعي احنا امبارح نقدنا نيويورك تايمز، وكان ده احد مطالبي من ديفيد ان التسجيلات يرسل لي نسخه منها. التسجيلات لم يذاعها الطرف المتهم اللي هو ديفيد، اللي اذاعها الطرف اللي اعد التمثيليه اللي هو الاخوان.